ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم، قناة شبكة سلام الفضائية، ونقول لكم بأن برنامجنا يستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج أو على حساب شبكة سلام الفضائية في منصات التواصل الاجتماعي. فمرحبا بكم. نذكركم أعزائي المشاهدين بقول نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: بأبي وأمي لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كنا قد وصلنا أعزائي المشاهدين في الحلقات السابقة وقد طال وطفنا في تفسير سور جزء عامة، وها نحن الآن نقف بإذنه سبحانه وتعالى في هذه الحلقة المباركة في تفسير سورة الماعون. سورة الماعون لها عدة أسماء، من أسمائها الماعون، وذلك لابتدائها أو لختامها بقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحض على طعام الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وذلك لقوله ويمنعون الماعون. تسمى بسورة الماعون، وكذلك تسمى بسورة أرأيت الذي يكذب بالدين، وذلك لافتتاحها لقوله ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. هذا المسمى الثاني. والمسمى الثالث كذلك تسمى بسورة الدين لقوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. وكذلك تسمى هذه السورة بسورة اليتيم لقوله قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحض على طعام المسكين، وكذلك الورود لفظ اليتيم فيها. وكذلك تسمى بسورة التكذيب، وذلك لافتتاح قول ربنا سبحانه وتعالى في بدايتها: أرأيت الذي يكذب بالدين. السورة تتكلم، هذه السورة الشريفة الكريمة تتكلم عن بيان أخلاق المكذبين بالدين واليوم الآخر. المقصود بالدين أعزائي المشاهدين، إذا ذكرت كلمة الدين وأضيف لها قبلها بيوم الدين، فالمقصود بها يوم الدين، وهو يوم القيامة والآخرة. وفي هذه السورة بيان لخطر التكذيب، وكذلك خطر النفاق، وتشنيعا على الكافرين. وسنأخذ في هذه السورة بعضا من الدروس والعبر والتطبيقات في حياتنا. بدء نبدأ ونتلو هذه السورة على مسامعكم، ونشنف بقراءة هذه الآيات، ونقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بداية هذه السورة قول ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أرأيت يا محمد الذين يكذبون بيوم الدين. والتكذيب بيوم الدين والجحود بهذا اليوم العظيم هو كان ديدن الكفار من قبل وديدن المشركين في قولهم أو في فعلهم. قال ربنا سبحانه وتعالى سابقا كنا تكلمنا عن تفسير سورة الانفطار، قال ربنا عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ديدن الكفار يكذبون بيوم الدين بقولهم وفعلهم، وليس المقصود أن الإنسان الذي يكذب بيوم الدين هو أن يكذب بقوله، لكنه قد يكذب بفعله، وليس المقصود أن يكذب اعتقادا في قلبه بأن الاعتقاد لا يعقبه قول أو فعل، بل التكذيب بيوم الدين يبدأ من اعتقاد القلب وينتهي بالتكذيب بالفعل والقول. والفعل والقول كما سيظهر معنا في بعض في هذه الآيات يكون بصفات. قال ربنا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. الذي يكذب بيوم الدين من صفاته يدع اليتيم، أي يأكل مال اليتيم ويزجر اليتيم وينهر اليتيم، والذي أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن نرحمه. ومن قبل أمرنا ربنا رب العزة والجلال، قال ربنا في سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم فلا تقهر. وربنا سبحانه وتعالى قد كفل وحفظ مال اليتيم في الدنيا والآخرة، وهذا الجاحد ليوم الدين يزجر هذا اليتيم الذي فقد أحد أبويه في الدنيا، يزجره وينهره ويسلب ماله ولا يهتم لأي سبب كان لحق هذا اليتيم. قال ربنا: فذلك الذي يدع اليتيم. من حفظ الله عز وجل اليتيم بأن الله أمر بألا يؤتى أولياء الأمور الذين يكونون على اليتيم، لا نؤتيهم أموال، لا يعطون أموال اليتيم لأنهم سفهاء إن توفر فيهم السفه والتبذير وعدم الأمانة وعدم الصدق، فربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. كل ذلك في حق اليتيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم رغب في كفالته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم وأشار بإصبعه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هذا اليتيم الذي قد كتب الله له بأن يفقد أحد أبويه حري بالمؤمن أن يرحمه وأن يذل له ويذلل له ويحفظ ماله ويحفظ وده هذا اليتيم، لأنه قد انقطعت عنه علائق الأبوة في الدنيا. فحري من المسلمين أن يتكاتفوا ويتعاونوا على رحمته وعلى كفالته. هذا ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل ربنا رب العزة والجلال
أمرنا بأن نرحم هذا اليتيم وأن نتودد له وأن نحببه وأن نحبه وألا يكون في قلبنا على ماله دخيلة أو ضغينة، بل نحفظ ماله ونعتبره ولدا من أولادنا. لماذا؟ لأنه يتيم، وربنا سبحانه وتعالى قد وضع له وحفظ له من المكانة في الإسلام ما لم يوجد في الشرائع الأخرى. والشرائع الأخرى وكذلك الأديان الأخرى لم تذكر اليتيم. ولو أتينا إلى الثقافات السماوية، إلى الثقافات والأديان السماوية، دين الإسلام هو الدين الوحيد العظيم السمح الذي كفل لليتيم حقه ومكانته. ولو رأينا في منظور أهل الدنيا ورأينا الأديان الأخرى غير الإسلام لا يأبهون لحق اليتيم ولا يألون جهدا في سلب ماله. لماذا؟ لأنه ليس مكفولا وليس معززا مكرما مثل ما هو في دين الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرب اليتامى ويقرب المساكين منه صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم احشرنا في زمرة المساكين. هذا هو نبيكم صلى الله عليه وسلم، مات أحد أبويه ولم يبلغ الحلم، فكان ربنا سبحانه وتعالى أمره: يا محمد، في قوله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. وأعظم أنواع الأذى على اليتيم هو القهر، أن يقهره، أن يغلب الجاحد أو يغلب المرء، أن يقهر اليتيم الذي لا سند له إلا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. فربنا أمر بألا يسلب حقه وأن تحفظ مكانته ويراعى شعوره، ودعوة إلى كفالة اليتيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من الذين يكذبون بالدين؟ قال: فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي الذي لا يحث على طعام المسكين ولا يعمل على إطعام المساكين الذي كفل الله سبحانه وتعالى حقهم في الدين وحقهم ومكانتهم في الإسلام، وحفظ منزلتهم وحفظ شعورهم وإنسانيتهم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. كفل الله سبحانه وتعالى لهم بأن تؤتى الأموال وتدفع إلى أحق الناس في فئات وطبقات المجتمع، المساكين، من أحقهم المساكين. ونبيكم صلى الله عليه وسلم دعا ربه بأن يحشر في زمرة المساكين، وأن يموت مع المساكين، وأن يحشر مع المساكين. هكذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. المساكين، قال ربنا عز وجل في سورة الضحى: وأما السائل فلا تنهر. الذي يسأل والمسكين يسأل، بل المساكين الذين حتى ربنا سبحانه وتعالى كذلك في سورة البقرة حثنا على الإنفاق حتى على المسكين الذي لا يظهر مسكنته وحاجته، وذلك لتعففه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هم المساكين الذين لا يبدون ولا يحبون أن يظهرون بمظهر
يبدو عليهم الفاقة والعوز والحاجة. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كل ذلك حفظا لماء وجه المسكين، وحفظا لحياته، وحفظا لإنسانيته، وحفظا لشعوره. كل ذلك يدل على أن من يفعل ذلك يؤمن بيوم الدين. والذي لا يفعل ذلك ويجحد المسكين ولا يعطيه سؤله، وإذا أعطاه سؤله فينهره ويزجره بل ويمن عليه. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بل ويمن عليه، فذلك يجحد بيوم الدين. والذي يعمل عكس ذلك يرحمهم ويؤتيهم سؤلهم ويتودد إليهم ويتواضع لهم ويذل جناحه تحتهم ويرحمهم ويعطيهم بكل لطف واحترام ومنة من الله عز وجل، بأن الله أكرمه ليعطيه لينفق على مساكين وعباده سبحانه وتعالى. وذلك فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. المال مال الله، والخلق خلق الله، ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، يرحم بعضنا بعضا ولا نظلم بعضنا البعض. لماذا؟ لأن الله خلقنا سواسية، كلنا كأسنان المشط، لا يفضل بعضنا بعضا إلا بالتقوى، إلا بالتقوى وما وقر في القلب من إيمان وقول وعمل. قال ربنا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات: فويل للمصلين، فويل للمصلين. وويل هو وصف للنار، قال بعض المفسرين وقال بعضهم أنهم واد في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، حر وحر لهيب في هذا الوادي، إذا مر طائر من فوقها، من فوق هذا الوادي لسقط ووقع من شدة الحر. وربنا سبحانه وتعالى ونبيكم صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعوذ من النار. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 أجاره الله سبحانه وتعالى، وكما صححه الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. ولذلك حري بالإنسان أن يبتعد عن هذه النار ولو بشق تمرة. قال ربنا: فويل للمصلين. وهذا الويل للمصلين. من هم المصلون؟ المصلون هم الذين يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بأداء الصلوات المفروضة ال5: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، الصلاة الواجبة المفروضة. قال ربنا: فويل للمصلين. طيب لماذا وهم دون هذه العبادات؟ التعليل في الآية التي بعدها. السبب: الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن لطف الله عز وجل ورحمته كما قال بعض أهل التفسير بأن الله عز وجل قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم ساهون. ما الفرق؟ عن صلاتهم أي عن الصلاة بأكملها، ولم يقل في صلاتهم ساهون. في صلاتهم ساهون والمقصود بها
أن الإنسان يسهى ويسهو وينسى ويسرح في صلاته، نسأل الله السلامة والعافية. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى لم يقل في صلاتهم، وقال عن صلاتهم ساهون، نسيان الصلاة. وساهون نسيان الصلاة عن أدائها في وقتها ابتداء، ونسيان الصلاة عن المحافظة عليها. ربنا عز وجل امتدح المؤمنون لأنهم يحافظون على صلاتهم. قال ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر الصفات إلى أن قال والذين هم على صلاتهم دائمون. وفي سورة أخرى قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال ربنا سبحانه وتعالى وأقاموا الصلاة الذين يخشون ربهم بالغيب، سورة فاطر، وأقاموا الصلاة، إقامة الصلاة. حتى أعزائي المشاهدين إقامة الصلاة واجبة على المسلمين في حالة الحرب وفي حالة الخوف. يعني أمر الله سبحانه وتعالى بأن نصلي صلاة الخوف إذا كان الإنسان في حالة حرب. لم تسقط الصلاة، لم يسقطها الله سبحانه وتعالى، بل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، كما في سورة النساء فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأجر الصلاة وفضلها معلوم للمسلم، معلوم للمسلم. أولا الصلاة أول ما يسأل عنه المرء بعد التوحيد والشهادتين عند الله سبحانه وتعالى. وكما ورد في الأثر والحديث الصحيح أن الصلاة أن الإنسان يسأل عن صلاته، فإذا كانت صلاته حسنة كانت له نورا وضياء، وإن كانت صلاته سيئة أو كان بها من الخلل ما لم يسد به وضعت في خرقة ولمت ورمي على وجه صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. هذه هي الصلاة. والصلاة ترتب كذلك عن من تركها أو تهاون فيها أنها من عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذين يعذبون في البرزخ أي في القبر، قال عن ذلك الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأصناف الذين يعذبون في القبر رجل متوسد يؤخذ حجر كبير ويضرب به على رأسه فيشق رأسه فلقتين، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. فسأل نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل فقال ذلك كان ينام عن الصلاة المكتوبة، كان ينام عن الصلاة المكتوبة. الصلاة وما ملكت أيمانكم هي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قال عليه الصلاة وأتم التسليم الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. الصلاة أجرها عظيم وفضلها واسع من الله سبحانه وتعالى. من حافظ عليهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليهن دخل الجنة. هذه الصلاة المفروضة. كيف بالصلاة النافلة؟ أعني من السنن الرواتب والتي تعقب هذه الصلاة. قال من صلى في اليوم والليل 12 ركعة بني له بيتا في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. أعزائي المشاهدين أيها المصلون، فاصل ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا.
هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها؟ أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن مراجعة لأحكام النون الساكنة والميم الساكنة، وسنكمل في الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل وتطبيقات أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والنون والميم المشددتين واللام القمرية واللام الشمسية، وسنعرج على التطبيق العملي الفعلي في قراءتنا لسور الجزء الثالث أو الجزء الثاني والثالث جزء أو سورة. وصلنا إلى سورة الجمعة، وبعد البدء سنقرأ السورة كاملة بالتجويد، ثم سنعلق على الآيات ونأخذ فيها من الأحكام التي تم شرحها في الحلقات الماضية. ولنستعن بالله عز وجل ونفتح المصاحف ونتوضأ ونفتح المصاحف ونقرأ على بركة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قول ربنا سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات
قلنا السماوات، اللام في السماوات اللام الشمسية، لو تذكرونها في الحلقات السابقة أن اللام الشمسية التي يأتي بعدها حرف مشدد، واللام القمرية التي يأتي بعدها حرف ساكن. السماوات، السماوات هذه لام شمسية. وقول ربنا سبحانه وتعالى الأرض، 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 الراء في كلمة أرض ساكنة وقبلها لام، فتنطق كيف تنطق؟ الأرض، ولا تنطق أرض. قول ربنا سبحانه وتعالى القدوس، كذلك القدوس هذه لام قمرية، والعزيز لام قمرية، الحكيم لام قمرية، هي اللام التي يأتي بعدها حرف ساكن. قوله سبحانه وتعالى في الأميين، كلمة الأميين ننظر إلى كلمة الميم، أحكام النون والميم مشددتين. الميم تغن بمقدار حركتين بإطباق الفم. قوله الأميين ميم مشددة، كيف تنطق؟ الأميين. وقوله سبحانه وتعالى رسولا منهم، كيف نقرأها؟ رسولا منهم، رسولا منهم، هذا إدغام. كيف؟ هذا التنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة، من أحكام النون الساكنة لو نذكر الإدغام. والإدغام نوعان، نوع بغنة يغن بمقدار حركتين نحو قوله ينمو، وإدغام بغير غنة وهما حرفان، حرف اللام والراء. هنا الآن معنا تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. كيف يقرأ؟ رسولا منهم، رسولا منهم. وقوله سبحانه وتعالى عليهم آياته، عليهم آياته، الميم هنا في كلمة عليهم ميم ساكنة، ماذا أتى بعدها؟ أتى بعدها حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. كنا قد أخذنا الإظهار الشفوي، الإظهار ميم ساكنة أتى بعد حرف الإظهار نظهرها كما هي، عليهم آياته، عليهم آياته. وقوله عز وجل ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، يزكيهم ويعلمهم، الميم الساكنة في كلمة يزكيهم أتى بعد حرف الواو، والواو من حروف الإظهار. وقوله عز وجل وإن كانوا، النون في كلمة وإن هي نون ساكنة، وأتى بعد حرف الكاف، والكاف في أحكام النون الساكنة والتنوين، الكاف من حروف الإخفاء. طيب كيف تقرأ؟ تقرأ وإن كانوا، وإن كانوا، تخفي كأنك تخفي حرف الكاف، وإن بإخفاء بسيط، وإن كانوا. قوله عز وجل من قبل، كلمة من قبل، النون في كلمة من هي نون ساكنة، هي نون ساكنة ليس عليها أي حركة، تسمى نون ساكنة، أتى بعد حرف القاف، والقاف كما هو معلوم في أحكام النون الساكنة من حروف الإخفاء. كيف تقرأ؟ من قبل، من قبل، من قبل لفي ضلال، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كلمة ضلال تنوين أتى بعدها حرف الميم، ومعلوم من أحكام النون الساكنة التنوين الذي يأتي بعده حرف الميم هو حكم الإدغام بغنة، الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين، مثل قولنا ضلال مبين، ضلال مبين، هكذا تقرأ. قوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم،
وهو العزيز الحكيم. كلمة منهم لما قرأناها وآخرين منهم لما منهم الميم في كلمة منهم كما يظهر معكم ميم ساكنة أتى بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإظهار، نظهرها كما قرأناها. وآخرين منهم لما والميم المشددة في كلمة لما لا نقرأها، لا تقرأ لما أو لا تقرأ لما بمقدار حركة، لا، لابد أن تقرأ بمقدار حركتين. وآخرين منهم لما بمقدار حركتين لأنها ميم مشددة. وهو العزيز الحكيم. الآية التي بعدها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله عز وجل من يشاء، النون في من هي نون ساكنة أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، يغن بمقدار حركتين. كيف يقرأ؟ من يشاء. والآية التي تليها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا، الميم في كلمة حملوا ميم مشددة أتى بعد ميم مشددة تغن بمقدار حركتين. حملوا ولا نقراها حملوا أو حملوا بمقدار حركة، لا، لابد أن تغن بمقدار حركتين. ولنأخذ بعض من مشاركاتكم، نقف هنا ونأخذ بعض من مشاركاتكم الكريمة ونعلق عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. أحسنت، بارك الله فيك. ولعلنا ننبه بعض الملاحظات. قوله
أمة، كما قلنا أن هذه ميم مشددة توان بمقدار حركتين، والغنة كانت ناقصة لابد أن تقرأ منهم أمة والله يعصمك من الناس. النون مشددة في كلمة أن، والله يعصمك من الناس. وباقي تلاوة مباركة ومجودة. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. ولعلنا نأخذ مشاركة أخرى كذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنهم الأفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين يوم هم على النار يؤفكون ذوقوا فتنتكم هذا الذي يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن الذين في أحسنت بارك الله فيك. ولعلنا نعلق بعض التعليقات البسيطة. أولا نذكركم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع عليه وهو عليه شاق فله أجران. صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. ولنأخذ مشاركة أخرى ثم نعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لله الشفاعة جميعا له الملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب أنت تحكم بين عبادك عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أحسنت بارك الله فيك ونفع الله بك. بارك الله فيك. أحسنت. محاولة الإنسان أن يقرأ القرآن ويستشعر التعبد لله سبحانه وتعالى بغض النظر عن كثرة أخطائه، وأن له أجر. وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحب المرء مكنه من تلاوة كتابه. نفع الله بكم وجعله في ميزان حسناتكم. التعليقات السريعة على التلاوتين السابقتين: نجتهد في معرفة الحروف وتشكيلها أثناء القراءة، وهذه المعرفة تتطلب أن يعرف الإنسان رسم الحروف العربية والأبجدية، وأن يقرأ كيف تشكل ألف آ إي أو با بي بو، كيف تقرأ هذه الحروف وهي مشكلة بالحركات. ثم المرحلة الثانية يطبق عليها أحكام قراءة القرآن، وهي نعني أحكام التجويد، وهو ما نحن فيه في شرح هذه الأحكام في هذا البرنامج المبارك. ابتداء الإنسان يعرف الحروف، رسم الحروف وقراءتها ونطقها ومخارجها، الحروف لوحدها. ومن ثم المرحلة الأخرى كيف يطبق على هذه الحروف ويطبقها على تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الحروف التي إذا قرأت مجردة لا يأخذ الإنسان عليها أجر،
كيف لكن إذا شرفت وإذا أسندت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وأضيفت فلكل حرف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحرف ب10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى كريم، ومن أكثر من كتاب الله عز وجل أحبه الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يكلم الله فليكثر من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم أعزائي المشاهدين من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويكرمهم بتلاوة كلامه آناء الليل وأطراف النهار. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء آخر متجدد في قناتكم قناة سلام الفضائية وفي برنامجكم ورتل القرآن مع كلام الله سبحانه وتعالى. أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا. ha 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 ha